السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. النهارده بقى جايلكم بفيديو كده سريع. كنا بالليل جعانين وعايزين حاجه ناكلها يعني واحنا قاعدين، فانا فكرت اعمل ايه، كفته ومكرونه سباكيتي. بصراحه انا المفروض كنت ناويه ان انا ابدا الرجيم، بس انا بدات الرجيم بالمكرونه والكفته. فاول حاجه بقى هنعملها الكفته بطريقه جديده شويه. الكفته دي جاهزه، بس يعني مش جاهزه قوي، يعني انا جوزي بيفرمها هو وبيجيبها لي. قطعت البصل شرايح، عملته جناحات صغيره كده. هسيب البصل يتشوح شويه، وبعد ما يتشوح هنزل عليه بايه، بقرن فلفل، عشان زي ما انا قلت لكم قبل كده انا بحب الاكل يكون سبايسي شويه. اهم حاجه وانتي بتتابعيني دلوقتي كده وبتشوفيني، ما تنسيش تصلي على النبي وتشتركي في القناه وتدعي لاختك دعوه حلوه كده. هسيب كده الاكل مع بعض وكده، بالفلفل يتشوحوا. ودي الكفته انا كنت مصبعاها، بصي ما شاء الله الله اكبر، هي طعمها طلع تحفه. هرص الكفته بقى صابع صابع كده، هي متماسكه معايا اهي ما شاء الله. متقلقوش مش هتفك ولا يجرالها حاجه. هبقى انزل لكم تاني طريقه تاني ازاي فرمه الكفته دي، احسن ما نجيبها من بره، وحاجه مضمونه مع حاجه معموله بيتي يعني. هرص الكفته كلها كده، انا رصاها وعامله زي كأن البصل ارضيه من تحت. بعد ما يترص ده طبعا ايد الاستاذ ابراهيم اللي مش سايبني في الفيديوهات كلها، ربنا يبارك لي فيه يا رب، هو واخواته. انا كده رصيت الكفته اهي ما شاء الله. بعد ما رصيت الكفته كده خلاص، هنزل عليها بنص كوبايه ميه او كوبايه ميه يعني عادي. انا مش عايزه ميه كتير، انا عايزه بس اللي هي ايه، تاخد سوا معايا بس. هي عامه الكفته ما بتاخدش سوا اصلا، فحاجه بسيطه يعني. بعد ما حطيتها كده وحطيت عليها الميه، وهي الكفته اصلا فيها التوابل بتاعتها يعني مش محتاجه حاجه. في الاخر خالص انا حطيت لها حبه ملح صغيرين، ههزها هزتين بس كده وهغطيها. بصوا ما شاء الله استوت. انا عايزه اقول لكم ان ريحه الدخان اصلا اللي كانت طالعه منها دي كانت طالعه جامده. يا ريت تجربوا الوصفه دي والله هتعجبكم قوي. حطيت لها ورقتين ورق لورا عشان بس يديهم طعم كده. وبعدين بقى جبت ورقه بصل وكنت مولعه فحميه، حطيت الفحميه في قلب الكفته، بتديها ريحه كانك مشوياها. وهغطي عليها واستنى عليها دقيقتين بس كده تاخد ريحه الفحم. وكنت بحمر على العين التانية بطاطس اهي. الكفته كده خلاص، كده الكفته بتاعتي استوت كده. انا غرفت الكفته بس نسيت اصورها لكم معلش. غرفت الكفته وحطيت البطاطس صوابع، وحطيت المكرونه سباجيتي طعمها تحفه. متنسوش بقى تعملوا